السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لقد اكتر. معكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه برج الحمل. بس قبل ما نبتدي حبايبي يا ريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية. نسمي بسم الله، نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله. برج الحمل، قراءتك النهاردة بتاريخ 30 نوفمبر 2022 يوم الأربعاء. منلتزمش خالص بالتاريخ، بقدملكم مصداقية للقناة ولكن طاقتك مفتوحة ليك. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله. القراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك، نحط كومنت حلو. كمان يا برج الحمل، في قناة جديدة ليا باسم السعادة والهنا، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في وصف الفيديو. بعد إذنك بليز دعمها باللايك والاشتراك. طيب برج الحمل، شايفة ان في حاجة انت التزمت بيها او انت لسه هتلتزم بيها، بس حاجة آم، انت كنت يعني طموح فيها او بتتمناها، او حاجة انك انت تقوم بيها، بس انت من ناحية الالتزام ده بقيت بقى ايه، تفكيرك متشتت. بقيت مش عارف، آم، بقيت مش عارف الالتزام اللي انت التزمته ده بشيء معين، او لسه هتلتزم بحاجة معينة. هل انت هتعرف تنظم وقتك، او ان انت هتعرف تنجح، او انت هتعرف ان انت يعني تقوم بالمهام ديت ولا لأ؟ فتفكيرك مشتت من ناحية شيء زي ده، او للبعض منكم لسه من ناحية حاجة، او للبعض منكم كمان طاقة تانية هنا ان في حاجة انت قمت بيها، قمت فعلا بتنفيذها، لسه في بدايتها. بس بقى ايه، تفكيرك مشتت، مش عارف تلم دنيتك، مش عارف تظبط الدنيا من ناحية شيء انت لسه بتقوم بيه او هتقوم بيه. اوكي، دي طاقة بنسبة قليلة، مش بنسبة كبيرة. للبعض منكم هتنطبق معاك. برج الحمل، شايفة طاقة هنا ان للبعض منكم في حركة كتير الفترة ديت. يعني شايفة ان في طلوع ونزول كتير قوي، باين بتحضر لحاجة، او يكون اني في شيء عند البعض منكم محتاج إن الحركة كتير، او يكون البعض منكم ده حاجة تخص عمل. ممكن تكون الحركة دي تخص عمل الفترة ديت، في حاجة كده فيها حركة عندك. طيب برج الحمل، شايفة ان بعضكم في دور يعني من البرد لسه داخل عند البعض منكم، فحاولوا لسه في بدايته. حاولوا انك انتم آم، تقاوموه بسرعة، يعني تكونوا آه، مش تسيبوه لغاية لما تملك منكم عشان ما يكونش شديد. يعني شايفة ان البعض منكم لسه في بدايته، فما تسيبهوش. يعني حاول انك انت تاخد حاجة انك انت ايه تعالجه. في حاجة انت خايف من خسارتها، او اللي يكون للبعض منكم هي حاجة تخص تخزين. يعني ايه؟ يعني شايفة ان للبعض منكم التخزين ده ممكن تكون انت في حاجة انت خايف ان انت لو خزنتها، او انت او تتخزن عندك تبقى فيها خسارة. ممكن تكون لها علاقة بالبيع والشراء والحاجات من دي. شايف ان في حاجة كده عند البعض منكم انت خايف من انها تتخزن عندك مثلا ما تتباعش، او حاجة، او تتركن عندك ويبقى فيها خسارة. حاجة زي كده عند البعض منكم. وشايفة ان في طاقة تانية هنا ان البعض منكم ان بالفعل ان في حاجة كده عندك حصل فيها خسارة يا برج الحمل.
بصي هنا في اسم احمد ومحمد وايمان ونعمة. اوكي، الاسماء دي موجودة عندك، وده ممكن تكون انت اسم منهم او يكون للبعض منكم اسم شخص حواليك، والبعض منكم ما تنطبقش معاك. برج الحمل، انت امتلكت شيء او هتمتلك شيء، عربية، تمتلك بيت، تمتلك حاجة، الله اعلم، بس في حاجة هي في امتلاكك اهيت، حاجة في امتلاكك، ففرحة ليك ان شاء الله. انت في طريق الامتلاك ليها، او هتمتلك، او ان تكون انت بالفعل امتلكتها يا برج الحمل. في غيرة بشماتة، يعني البعض منكم ان في حد بيغير منك لدرجة ان هو بيكون بيشمت فيك، او بيبقى عايز يشمت فيك او حاجة. في غيرة هنا فيها شماتة للبعض منكم. عندك نقلة انت انتقلتها او هتنتقلها، نقلة خير ان شاء الله. عندك هنا حرف السين وحرف الصاد، الحرفين دول فيهم طاقة سلبية، يعني ممكن تكون انت حرف منهم بتمر بطاقة سلبية، او يكون شخص قريب منك بالحروف ديت وفي طاقة سلبية. ايه هي الطاقة السلبية عشان خاطر اللي ما يعرفش؟ الطاقة السلبية اللي بتكون انت بتمر بشيء من عين، من حسد، او من ظروف انت بتمر بيها، اذا كان مادية او صحيا او ايا كان ايه هي، او يكون ان البعض منكم الشخص اللي انت تعرفه هو اللي بيمر بطاقة زي دي، او يكون بقى ان البعض منكم ان بيكون ده شخص سيء معاك وانت تعرفه، والشخص ده فعلا واضح لي هنا ان في ايه، طاقة سلبية. في علامة ظهرت للبعض منكم من ناحية شيء انه غلط، من ناحية شيء انه هو مش صحيح، من ناحية شيء عموما، علامة ظهرت لك او هتظهر لك، حاجة هتكتشفها وهتمشي، هتبعد او هتجتنب، او اجتنبت بالفعل او مشيت، فاهمين؟ ففي حاجة كده وضحت للبعض او هتوضح لكم، هتخليكم في الطاقة دي. في هنا تهنئة ليك يا برج الحمل، ما شاء الله في تهنئة عندك. تعالى طب نشوف كده فنجانك هيقول ان شاء الله خير. اللي محطش لايك بليز بعد اذنكم برج الحمل دوسوا لايك. برج الحمل صمت، ممكن تكون انت هنا في، انا شايفة ان هنا في صمت انتهى عند البعض منكم. طيب في هنا صمت للبعض منكم، ممكن تكون انت كنت صامت من ناحية حاجة واخدت موقف، عملت حدود، اتكلمت، او تكون انت في تفكيرك انك انت خلاص مش هصمت تاني. شايفة ان البعض منكم ان الصمت اللي كان انت فيه من ناحية موضوع او وضع او شخص او حاجة معمول له علامة اكس عندك، يعني لا انتهى لما خدت موقف زي ما قلت لك، او ولكن في حاجة كده تخص صمت من ناحية ايه، شخص، موضوع او حاجة. مهتم بشيء انك عشان انت معتمد عليه، يعني حاجة انت في اهتمام يعني موراكش غير انك انت معتمد على حاجة معينة فبتهتم بيها، او محتاج انك انت ان حاجة معينة لو انت فعلا في اعتماد عليها لازم تهتم بيها. برج ايه الحمل، ليه؟ لانها هتتم، لان هنا للبعض منكم ان في حاجة انت مهتم بيها عشان انت معتمد عليها. ف, آه ف
اهتمامك ده هيتم فيه حاجة انت عايزها. اوكي، او لو انت في حاجة عايزة تتم من ناحية شيء انت معتمد عليه، فاهتم عشان، حتى لو مهتم اهتم اكتر عشان خاطر تتم. ممكن يكون مثلا عمل معتمد عليه، او ممكن يكون شخص، او ممكن يكون الله اعلم ايه. يعني هي الطاقة بتكون موجودة، وده السيناريو بتاعك انت. بص يا برج الحمل، انا شايفة ان بعضكم في حاجة انت في بداية فيها، او هتكون في بداية فيها حاجة من تحقيقاتك، حاجة من امنياتك ممكن، او حاجة خطوة جيدة ليك فيها جراءة. اوكي، المهم يعني ان الخطوة دي اللي برضه منكم انت خدتها او هتاخدها، بس في شيء او لسه هتاخدها. بس شايفة ان في مجموعة اشخاص، ويمكن يكون في اسرة واحدة، للبعض منكم في اسرة واحدة، وللبعض منكم لا، هي مجموعة اشخاص متفرقين. بس الاشخاص ديت اول ما سمعت او هتسمع الخطوة اللي انت اخدتها او اللي انت لسه هتاخدها، نار، بركان في نافوخهم هيطير او طار. ففي حاجة كده، الاشخاص دي اي خطوة انت بتاخدها في حياتك ايجابية بيولعوا، بيتدمروا، نفسيتهم بتتدمر. شوف لدرجة ايه، بتقلب مودهم كله الشخصيات ديت. لو ظهرت لي إيه مواصفاتهم هقولك، او اعمار منهم او مواصفاتهم او حاجة، هي بتظهر كده بس. طيب، عندك 3 ستات. اوكي، من ضمنهم واحدة كبيرة في العمر، والاتنين التانيين يعني واحدة كبيرة في العمر. اوكي، يعني تيجي كده مثلا من دور، مش من يعني تنفع تكون والدتك، اوكي، اذا كنت انت راجل او امرأة. طيب، والاتنين التانيين دول واحدة متوسطة العمر، يعني مثلا ممكن تكون في في نص التلاتينات. اوكي، والتانية في اخر العشرينات او في اول التلاتينات. تمام كده. واللي انا بقولك عليها الاولانية ديت كبيرة. طيب، في منهم 2 قريبين من بعض، الامرأة الكبيرة دي قريبة من واحدة، والتانية ديت قريبة منهم، بس هي مش موجودة معاهم في نفس ال يعني ممكن تكون مش قريبة منهم قوي زي الاتنين دول. في 2 قريبين من بعض وواحدة لا. طيب، وفي دي متزوجة ودي يعني شايفة ان الامرأة الكبيرة معاها رجل، والامرأة اللي هي المتوسطة العمر معاها رجل. التلاتة معاهم، يعني كل واحدة منهم معاها رجل، اوكي، متزوجات او مرتبطة بيه، الله اعلم. ولكن في 2 رجالة بس اللي منهم، هما دول برضو معاهم مشغلين دماغهم مع بيك. ولكن في رجل متزوج امرأة منهم لا. فهمتم حاجة؟ في رجل متزوج امرأة منهم لا، مش في القصة دي. يعني كده عندنا 2 رجالة و3 ستات. ده دول كده اللي انا بكلمك عنهم، مش هما دول بس اللي هما بيبصولك، بس دول اللي شغالين دماغهم جدا 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 بيك. ولكن في الطبيعي انت ان حواليك اشخاص كتير بتحسدك بسرعة وكلام من ده، بس دول لما بيسمعوا عنك خبر نار، بالذات 3 ستات دول.
عندك هنا اسمي رضوان. رضوان ده اسمك، اسم شخص تعرفه، لو مش موجود هتقابله في الأيام القادمة. في حاجة انت استلمتها أو هتستلمها، استلمت شيء أو هتستلمه. ممكن تكون تستلم عمل، تستلم فلوس، تستلم حاجة تانية، الله أعلم، بس في حاجة انت استلمتها أو هتستلمها. عندك حرف اله والألف والياء والت والواو، وعندك كمان حرف الب. طب الحروف دي فيها حاجة هنا؟ لا، مش كل الحروف، بس عندك حرف اله وعندك حرف الألف. اوكي. عندك كمان هنا حرف العين، عندك حرف العين. فيهم حاجة فيهم طاقات سلبية، وزي ما فهمتكم يعني ايه طاقات سلبية. عندك 3 حاجات هتدخل منهم ثمار، 3 حاجات هتدخل منهم ثمار. ممكن تكون ان البعض منكم موجودين بالفعل او لسه، ممكن تكون موجود حاجة منهم. طيب ايه هما ال3 حاجات اللي هتدخل منهم ثمار؟ يعني ممكن يكون مثلا 3 مجالات، 3 اعمال مثلا ليك، حاجة ليها كذا دخل، ليك كذا دخل، من يعني 3 دخلات هتكونوا عندك او هيكونوا، يعني عندك او هيكونوا عندك 3 بتدخل منهم ثمار او هتدخل منهم ثمار. ربنا يوفقك يا برج الحمل. طب برج الحمل كمان عندك هنا حرف الاف. حرف الاف في طاقة سلبية اذا كان معاك او اذا كان انت اللي بالحرف دوت، او اذا كان الشخص ده هو اللي بيمر بشيء. طيب برج الحمل، بكده انا خلصت قراءتك. طمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو متنساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. انتظروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي.